ايه ده؟ رضا استجابر. هات النبي، انت ابن حلال مصفي. اه والله يا سلام، يا محاسن الصدف. ده انت لسه كنت على بالي، ولسه كنت جايب في سيرتك مع جبلات. والله ده انت منورني يا استجابر. الله يخليك. دي خطوه عزيزه. اتفضل اتفضل استريح. تسلم ايديك، تسلم ايديك. اوعى تكون واخد على خاطرك من الليله اياها. انت عارف الواحد كانت اعصابه بايظه، الضنا غالي. طبعا الضلا غالي. انت هتقول لي وانا عارف. بقول لك ايه يا حمدي، زود واحد شاي هنا للاستجابر. ماليش لزوم يا رضا. لا ملوش لزوم ازاي؟ انا نهار ابيض، واجبك ولازم تاخده. ماشي. انما قول لي يا رضا يا ابني، ايه اللي باش ده كله؟ هما بيدوروا على حد؟ لا مش حد معين يا استجابر، اصل بعيد عنك في سواقين ما بيطلعوش على الطريق ولا يمسكوا الدركسيون الا وهم ضاربين ومبلبعين وخاربين الدنيا على الاخر. اعوذ بالله. هم دول بقى اللي مبوظين سمعتنا. ربنا يبعدنا عنهم وعن سكتهم. امين يا رب. يدوم الشاي يا مناسب. انا استاذن انا بقى عشان السكه قدامي طويله. على فين يا استجابر؟ انا مش عايز اعطلك عشان تشوف شغلك. طب وانا لسه شفت شغلي؟ زي ما انت خدت واجبك انا كمان لازم اخد واجبي. انت عاوز ايه يا رضا؟ عايزك تملالي دي يا استجابر. املاها لك ايه يا رضا؟ يعني هتملاها لي سحلب مثلا؟ انت عاوز تحلل لي يا رضا؟ امال هلعبك ريست في الكمين يا استجابر؟ بس ده عيب. انت راجل جدع تفهم في الاصول، انت جوز بنتي، ما يصحش اللي انت بتعمله ده. وانا عملت معاك حاجه يا استجابر؟ انا بشوف شغلي، وبعدين ده تحليل في السريع يعني مش هياخد وقت. ما تخافش مش هنعطلك. بس انت اللي بتعمله ده يا رضا انت مش مقدره صح. لا يا استجابر، اللي انا بعمله ده انا مقدره صح قوي. ويا ريت تنجز بقى عشان الظابط عمال يبص لي. في حاجه يا رضا؟ لا يا باشا مفيش حاجه. الاستجابر اصلي معرفه قديمه يعني، بس هيروح يملى العينه ويجي بسرعه. ايوه يا باشا، هي كانت محصلجه معايا شويه، لكن ربنا سهلها وهعملها. طيب انجز. وكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نورتني يا استجابر. اتفضل. بالراحه بالراحه يا استجابر، هتدلقها عليا والعمليه مش ناقصه. ايه الاخبار يا رضا؟ ايجابيه يا باشا، حشيش وترامادول وبواقي افيون. كذاب يا باشا، والله العظيم كذاب يا باشا، انا مش بتاع الحاجات دي يا باشا. خده من هنا يا ابني. تمام يا فندم. يلا يا اسطى. تعملها معايا. يلا يا اسطى. تعملها معايا يا رضا. يلا يا اسطى. طب يا رضا. يلا. ماشي يا رضا. والله يا اسطى جابر لو امي هي اللي ضاربه ترامادول ما هبيع ضميري ابدا.